ثواني. حضرتك لما قلت اما المتحدث باسم شركه المترو قال ان الشركه تنفذ قرار الزياده فقط ولا تصدره، وان زياده الاسعار الخاصه بمترو الانفاق بيتحكم فيها او بيصدر قرارها وزير النقل، وحضرتك قلت انا مش هزود الاسعار الا ما يبقى عندي خدمه ادميه محترمه بقدمها للمواطن. ده معناه ان مفيش زياده في اسعار المترو دلوقتي؟ احنا لا احنا عندنا خدمه ادميه محترمه، بس انا ما قلتش كده. انا معلش انا ما قلتش لا ده المتحدث باسم شركه المترو اللي قال كده للغايه. لا حضرتك ما قالش كده. ما انا عارف، بس هو ما قالش حضرتك. هو حضرتك لو جبت التصريح هو قال ان احنا الزياده مرتبطه بحاجه ثانيه خالص غير الخدمه الادميه. احنا عندنا حضرتك واضح ان انت ما بتركبيش المترو بقى. معلش انا بكره عادة لو انت عايزه تشوفي خدمه المترو تعالي معايا، انا بركب المترو وانا رايح مجلس الوزراء، واحنا عندنا بكره اجتماع، فانا دايما بروح بالمترو يعني. وحضرتك شوفي اذا كانت الخدمه غير محترمه ولا غير ادميه ولا لا. هتجديها في بعض الخطوط زي الخط الثاني والاولاني والثالث. الاول صعب جدا يا فندم. الخط الاولاني بقى له 30 سنه ما اتحدث. ما تحدث يا استاذه رانيا. طيب انما الخط الثاني والثاني والثالث لو عرفتي تفرقيه عن باريس يبقى حضرتك يعني يبقى عليك الكلام يعني. مش هتعرفي تفرقيه خالص عن مترو بره. ومع ذلك ان احنا عندنا التذكره عندنا هنا في مصر بتجيب تقريبا التذكره الواحده بتجيب تقريبا بيضه ونص، بينما هناك التذكره بتجيب حوالي 7 بيضات. فمع الفرق يعني ارجو تكون الرساله اتوصلت يعني. احنا بس بنقول احنا الزياده عندنا هتطبق لما بنزود عدد المحطات. لما نزود عدد المحطات، كل ما هنزود عدد المحطات فهنعمل السعر التذكره مرتبط بعدد المحطات اللي بيركبها الراكب. يعني اللي هيركب انت النهارده زي ما دايما بقول اللي بياخد عربيه من المطار لحد مصر الجديده غير ما هتاخدي العربيه من المطار لحد العباسيه، غير ما هتاخديها لحد المهندسين، غير ما هتاخدي العربيه لحد الجيزه. ولا انت عايزه تلفي العربيه مصر كلها بنفس الثمن؟ لا تمام يا فندم. بس بقى منشط رئيسي بقى للبرنامج ان وزير النقل بيستخدم المترو اثناء حضوره او الذهاب الى مجلس الوزراء كل اربعاء تقريبا. وده حقيقه ده كتير قوي بعملها عشان بوصل اسرع. لو حد بقى عايز يقابل حضرتك يروح على المترو على طول.